إلهام. من الغلطات الكتير اللي بنعملها وبتكون ليها تأثير على المدى الطويل في علاقاتنا وفي نوعية العلاقات اللي بعد كده، هي الغلطة اللي أنا هقول لكم عليها دلوقتي دي، اللي هي بعد الانفصال نقابل بعض كده بالصدفة في الشارع، يبتدي الطرف التاني اللي احنا انفصلنا عنه يجر نعم ويبتدي يجر كلام، وبعدين قبل ما نمشي ونخلص المقابلة دي نكون متفقين ان احنا هنرجع مع بعض تاني في علاقة تاني بس مختلفة شوية. العلاقة المرة دي هتكون صداقة وبس، من غير أي حاجة تانية خالص. طبعا عادة اللي بيقول الجملة دي بيكون الراجل، واللي بتستقبل الجملة دي بتكون البنت. طبعا البنت اول ما يقول لها ان احنا هنرجع تاني في علاقة حتى ولو كانت صداقة ونستأنف العلاقة بتاعتنا، تبتدي بقى عينيها تعمل قلوب وقلبها يقعد يدق زي العصافير كده، وتدخل تاني في الحالة اللي هي ما صدقت انها خرجت منها، ان هي خلاص انفصلت عن الشخص ده وابتدت تعيش حياتها وتشوف حياتها بقى وتشق حياتها في الدنيا، رجعت للمربع صفر تاني. الحقيقة دي أسوأ غلطة ممكن أي بنت تعملها في حياتها.